فاذا ما لحقتش دلوقتي مش هتعرف تاخد الماونت تاني. يا جماعه إيه الاخبار، عاملين ايه؟ احنا النهارده هنتكلم عن ازاي نجيب اللايت فورجد ميكسوت. بيسكلي هو ماونت جديد بيجي عن طريق اتشيفمنت. الاتشيفمنت دي اسمها 2 minutes to midnight، ويبتدي الكويست في الالاينس في ستورم ويند وفي الهورد. بيبقى في اوجريمار، بيبلش هنا في الحته دي في المنطقه دي. انا عشان عملته في الهورد فبقول لكم عن المكان. بيجي الواد اسمه امبرت، لا امبرت ده بتاع الالاينس. المهم بيجي واحد هنا بيكلمك اول ما تعمل لوج ان، اذا كان عندك اذا انت شاري الاكسبانشن بتاع ميد نايت. بيجي لك الكويست، بتيجي هنا اهوت بتاخده، تنزل تحت هنا كده. الكويست بيبقى عباره عن شويه آه بتسال شويه ناس تحت يمين وشمال اهو زي الشاب ده. بيستفسر ويشوف، بيلاقي جواسيس يقتلهم. هم المفروض يقتل 6. بعد كده بعد ما بيخلص بيرجع يهندل الكويست في نفس المكان. هم الشاب اللي اعطاك الكويست يعني بي بي المهمه بيفتح لك البورتل بتضغطها ويروح موديك في حته اسمها التوايلايت هايلاندز. يلا بينا مع بعض نروح التوايلايت هايلاندز. وده طبعا زي ما انتم شايفين ده الميكسوت اللي بقول لكم عليه، لايت فورجد. خطير 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 خطير. في منه فيرجنز الوان تانية بس لا ده احلى واحد صراحه يعني، جت لي جد. في اشكال برضو مختلفه قديمه وكلاسيك وكده، اشكال شكلها مش لطيف. بس لو انت تابع للهورد هيجي لك الشاب دوت جراند ماجستر روماث. لو انت تابع للالاينس هيجي لك الماجستر امبريك. امبريك ده فويد الف واحنا هنا الفز. تمام. حاليا انا بلعب بالبلاد اوف بالادين بتاعي ريتريبيوشن. سيك ترانزموت صراحه. وده سيف هبحكي لكم عليه ازاي بيتجاب من المونثلي تريدنج كوست. anyways بتاخدوا الكوستات في كذا نوع. اول حاجه لما بيجي لك البورتال، خلينا نبتدي من هنا. بيجيبك المنطقه دي، بتكلم الناس وبيدوك كويست هنا. الكويست ده يعني كويست تشين، يعني عباره عن 5 أو 6 كوستات متسلسله ورا بعض. بس بتخترق التوايلايت الكالت بتاعهم ده، تخترقوا بتعرفوا هم هنا ليه وبيعملوا ايه وايه اهدافهم. بس بتخلص شويه الكوستات بعد كده هيفتح لك حاجه اسمها وورلد كويست. الورلد كويست دي هتبقى الحاجات دي اللي هي انكم دي elemental infusion shadowed supplies. بيدوك ريوردز. ده مثلا بيديك 10 تويلايت انسيجنيا بليد، تويلايت بليد انسيجنيا. دي الكرنسي، العمله اللي بتقدر تشتري فيها الاكسكلوسيف ايتمز وماونتس. تمام. اللي موجوده في شوبس هوريها لك دلوقتي، اماكن التريدرز. بس بتخلص بعد ما تخلص بيفتحوا لك الورلد كويست. مش هتعرف تخلص لازم تخلص التشين كويست الاول اللي بيديك الانترودكشن عشان تويلايت. بعد كده بتروح ايه، تفتح لك الديلي كويست وبتفتح لك دي اللي هي الكوماندر الايفنتس اللي انت لازم تخلصها عشان تحصل على الاتشيفمنت اللي اسمها 2 minutes to midnight. وهي دي اللي بتعمل لك انلوك للماونت وبتديك تايتل. ركزوا معايا بس عشان دي نقطه مهمه جدا. الايفنت ده بس انك تقدر تاخد التايتل وتاخد الماونت بس في هذه الفتره في البري اكسبانشن. تمام. فاذا ما لحقتش دلوقتي مش هتعرف تاخد الماونت تاني، يعني اي دونت نو اذا هيطلعوه او هيجيبوه او في فرصه ان احنا يجي لنا تاني ولا لا. المهم بس العمله زي ما بقول لكم بتخش تيجوا هنا. واحد بيبيع ايتمز، تمام، تنفع للشخصيه بتاعتك اذا كانت كلوث او بليت او ليذر او وات ايفر. وهنا الاستاذه دي تمام بتديك ترانسموكس وديكورات للبيت، ماونتس وتويز وهكذا. طبعا الترانسموك من ازبل الترانسموكس. طبعا انا لابس التابلت بتاعتي فمش كده، مش مبين حاجات وما فيهوش الترانسموك ده لا بيجي فيه حزام ولا بيجي فيه هاند. بس انا ما مش طايق الترانسموك ده الصراحه. الريزوليوشن بتاعه جدا تعبان زباله يعني، حتى اسوأ من بيرنينج كروسيد ايام البيرنينج كروسيد بي سي وفانيلا. وبرضه في الاوبشن ده اللي هو اسلحه، بيديك ترانسموج لاسلحه سيف
اكس، وده ظهر 200 اكس. بس طبعا زي ما بقول لكم ريزوليوشن زي الزفت. انا مش فاهم يعني انتم متعبين نفسكم ليه؟ يعني متعبين يعني بليزرد انتم متعبين نفسكم ليه؟ الريزوليوشن زي الزفت، سوري يعني بليزرد انا اسف، بس هي موجوده. بس انا مش هتعب نفسي وكده بصراحه. I'd rather spend my insignias، اصرف العمله بتاعتي على حاجه زي كده، ديكور سيلفر مون شير والشمعدان ده، وفي شيزلونج، شكل الشيزلونج الرهيب. وبعدين في الماونت اللطيف ده، الماونت ده انا بحاول اجمع له الكرنسي، مش معايا هنا، معايا خلينا نشوف، خلينا نسيبها بعدين. معايا مع الشخصيه الثانيه عندي بتاع 77 انسيجنيز. خلص شويه ديلي كويست وبعدين اقدر اجيب. بس وفي البت ده مش حلو، وفي دي باينزون بيك اب ايمرالد سبور بايت او سبور بيت. وفي ده رهي ظهر، رهي ظهر. يعني هو مفيش اسماء عدله يسموا بيها. وبعدين في توي دي وتابر ده. You must complete cult it out and not have Twilight Blade Tabard in inventory. Bank on Transmog collection to receive this. What is this? Oh, okay. ما تابرد، ما علينا. بس نصيحه كمان، حاجه مهمه جدا لازم تفكروا فيها، انه لو انتوا جايين الايفنت دوت وانتوا لسه بتلفلوا الشخصيه، لان الايفنت ده مفتوح حتى للشخصيات اللي بتلفل، ما تشتروش سيف يور كرنسي وما تشتروش الايتمز. ليه؟ لان الايتمز ديت انت لما بتشتريها وانت مثلا ليفلك 75 مثلا، هتبقى الايتم ليفل اقل، وانت كده بتضيع فلوسك، لان كده كده لما توصل ليفل 80 هتبقى عايز تشتري الايتمز مره ثانيه. فنصيحه استنى لما تكون ليفل 80، حتى لو كان الجير بتاعك كراب زباله، وعشان تشتريها لما تبقى ليفل 80. ليه برضو؟ لان هتاخدها تشامبيون ليفل جير، وهتبقى الايتم ليفل بتاعها 1 to 1، which is not bad. يعني كبدايه it's not bad، هتسهل لك العمليه لو انت بتعمل الت او وات ايفر، هتسهل لك العمليه ان انت آه، تبلش الايفنت بسهوله. طبعا انا هنا فقير، بس الشخصيه الثانيه عنده. anyways، بس خلينا نشوف اوريكم ازاي بتفتحوا الاتشيفمنت. تعالوا نروح على الاتشيفمنتس. اخيرا لقيتها، فيتس اوف سترينث. تحت فيتس اوف سترينث هتلاقي في ايفنتس، هي دي، معلش طولت، اسمها 2 minutes to midnight. عليك انك تقتل حوالي 19 بوس، هم بيسكلي 19 ايفنت. الايفنت ده بيخليك تعمل شويه حاجات كده، بيبقى فيه بار، البار ده يتفول ل 100، اللي هو disrupting rituals، بيعملوا ريتشوالز وتعويذ والكلام ده. ما بتبقاش لوحدك، بيبقى في تيم كتير، ناس كتيره داخلين. فانا بقول لكم برضو الحقوا دلوقتي، لان في اقبال كبير، وهتبقى سهل عليكم، لانه بيبقى في 3 فيزز او 4 فيزز. الفيز الاولاني بتعمل حاجه بتبقى طايره فوق، هتشوفها دلوقتي. اذا ما لحقتهاش بيبقى في ناس تحت. والفيز الثاني بعد ما بتقتل الناس ديت، المهم وتخلص البار، هيطلع 3 في 3 كده بيبقوا عاملين كنترول على البوس نفسه، عاملين له لوك. بتقتل الثلاثه دول بيبقوا اقوى طبعا، يو كانت سولو ذم ناو. وبعد كده بعد ما يموتوا الثلاثه دول بيفتحوا البوس، والبوس بتقتلوه بس. فلو قتلتوا ال 19 بوس دول هيجي لكم الاتشيفمنت اللي هي ثورن اوف توايلايت، وهيجي لكم الماونت اللي هو لايت فورجد ماكسوت. تمام. بس خلينا نشوف كده دلوقتي. في واحد واثنين، في فويد اوف اكليبس تاني برضو. فويد اوف اكليبس ده قرفني. anyways، فويد اوف اكليبس وعز هندوش ذا ليميناليتي وات ايفر ات از. خلينا نشوف الواد عز ده ظروف نطير. شوف يا جماعه شكل الماونت خطير، وانا طاير. anyways let's go. انا عاده عشان خاطر اكون في النص بحب اقف على الطوبه اللي هناك دي، شايفين الطوبه دي سوي دي؟ بحب اقف هنا وتصيدهم بقى. في ناس بلشت الايفنت، لا بس الايفنت بيبلش كده بتطير يمين وشمال، بتخبطوا الحاجات دي، بس تخبطوهم
تمام. بيطلع لكم البار اللي قلت لكم عليه، بس يلا وننزل. بيبقى مطلوب انكم تعملوا ديسربت للريتشوال، للتعويذه نفسها، وتوقفوا تقتلوا الحاجات دي لغايه ما الريتشوال ديسربشن البار يوصل 100%. بس يوصل 100% الفيس بيتغير. وايه و... و... وزي ما بقول لكم مش لوحدكم، الحقوا دلوقتي تنبيه مرة تانية مرة تالتة، وهقولها مليون مرة. الحقوا دلوقتي لأن this is a limited time event، فترة محدودة جدا، وبعد كده بس الايفنت يخلص وتنزل الاكسبانشن مش هيجي لكم فرصة انكم تجيبوا الماونت ده تاني. فالله اعلم امتى ممكن ينزلوه تاني، ما حدش عارف. تمام. فتحنا الفيز التاني دلوقتي. سبون 1 2 3 3 شخصيات نزلوا. دول طبعا ما حدش فيكم يعرف يعمل له سولو، فهتبقى تيم افورت ونخلصهم 1 2 3. المفروض نلمهم مع بعض عشان نعمل ذلك، نضربهم كلهم مره واحده جنب بعض. يلا يا جماعه نلمهم بس. وهي كده نخلص الايفنت ده. يا جماعه حلو قوي بقى كل زحمه الناس والبشر. طبعا الواحد مش شايف حاجه، انا عامل زوم ان عشان تشوفوني. انا ما بحبش كده طبعا، انا بحب الكوزمتكس قوي فباخد بالي من شكلي بس. ايوه كده. بس فين البوس؟ صحي اهو. ده الفيز الاخير. الفيز الاخير بيطلع من القوقعه اللي هو فيها، وكلنا بقى ايه نشتغل عليه بس. وكل بوس ليه ابيلتيز مختلفه، مش مختلفه قوي يعني. واحد بيعمل ستان والتاني بيعمل بير، وواحد بيحدف وبيطير وديسورينت. بس في الاخر يجيت ايديا. والموضوع محتاج صبر بس مش بيطول زي ما انتم متخيلين يعني. انا ومحمد عملناها امبارح، خلصناها في ساعه ونص مثلا. بس ادينا قتلنا الشاب اللطيف، طلعنا منه ايتم. وات از ات؟ ميس 100 ميس 1 تو 1 للايتم. طبعا الدروبس ملهاش علاقه بالشخصيه بتاعتك، فانت وحظك يعني. بس الحلو فيها وميزتها انها وور باوند، فممكن تنقلها لشخصيه الت عندك وات ايفر، بس يوصل ليفل 80 او هو اذا كان هو ليفل 80 اتس ورث ات. بس يا جماعه هو ده ودي الطريقه. وبس تخلصوا زي ما بقول لكم ال 19 هتجي لكم الاتشيفمنت، هتجي لكم التايتل، وهيجي لكم الماونت. وبكده تبقوا لحقتوا نفسكم وجبتوا الماونت الجميل الرهيب الجامد ده. بس هو حاليا شبه شفاف عشان خاطر التوي اللي انا مستعملها اللي اسمها جايس اوف ذا فيس درايفر. دي بتغير شكلك كده، بتخليك كانك ايه. بس دي ليها علاقه بالاكسبانشن اللي فات، واي ثينك ملوش لازمه يعني، الا لو حد عايزها ممكن اقول لكم ازاي. اكتبوا لي كومنت وان شاء الله ارد لكم عليه. بس يا رب تكونوا استفدتوا. هسيب لكم شويه فوتج من لما كنت بلعب مع محمد. كنت مصور بس ما كانش في كاميرا، والمايك القديم كنت بستعمل مايك اللابتوب يعني. بس you get the picture. Take care and stay safe. See you soon. فهمت يا طويل العمر؟ تعال نشوف هنا الاكليبس ده كلينو. في تحت اسمه تفهان ذا انباوند. تفهان تفهان اركب يو. ليتس جو. طير. لازم نضرب دول اللي في السماء. بعد ما نضرب دول اللي في السماء ننزل. يا لهوي ده احنا نزلنا في حته. استنى خلينا ناخد زاويه كده نشوف هم ينزلوا فين وننزل معاهم. فين بينزلوا فين ابتدوا يضربوا فين؟ شايف حد بيتضرب؟ مفيش حد هنا اصلا. نار. ايه؟ طلع الماء. على حركه جديده طلعتها، طلع الماء تبعي والله كده. مين التنين اللي بينه وبين الضمان؟ تعالى هنا اديك في سلب، اديك في سقفه يا ولد. يلا يا سحبته معاي. يلا لا تروح هناك. Someone call the other one. Oh my god. Oh my god bro. تفهان الانباوند. انباوند تفهان.